قدس أبونا القمص ميخائيل عطية ملاك كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس أبو سيفين مرقوريوس في لافال بإقليم الكيبك الكندي، بنهني قدسك يا أبونا بعيد كهنوتك ال45 عقبال 150 سنة كهنوت وقباوة يا أبونا. ممكن لو قدسك يعني تحكي لنا إزاي اترسمت والبدايات الخدمة والكهنوت بتاعت قدسك؟ في الحقيقة أنا طبعا من عيلة كهنوتية أساسا. والدي أبونا المتنيح القمص يوسف عطية كاهن كنيسة أم أنطونيوس بشبرا، وعمي أبونا إبراهيم عطية مدير الكلية الكليريكية بعد المرحوم حبيب جرجس. جه أبونا إبراهيم قعد 11 سنة على الكلية الكليريكية، وبعدين جه قداسة البابا سنة 62 اترسم أسقف على الكلية. كنت أنا لسه داخل الكلية الكليريكية جديد أول سنة، ولذلك أنا أول دفعة من دفعة البابا شنودة اتخرجت على إيديه. في الحقيقة أنا ما كانش في ذهن الكهنوت، لأن بعد ما تخرجي من الكلية الكليريكية كتير من الآباء الأساقفة كانوا عايزين يرسموني، وأنا كنت في الحقيقة متهيب الكهنوت، لكن في الحقيقة برضو كنت عايز أخدم مسبح العذراء. في ذهني إن خدمت أخدم مسبح العذراء. سبت العذراء فين يا قدس أبونا؟ العذراء البطرية طبعا. تمام. فلا بعد تخرجي على طول كده سيدنا بعتني شماس مكرس في الولايات المتحدة. كنت بشتغل في الإدارة العامة للمساحة الجوية، فاستقلت من الشغل ورحت شماس مكرس في الولايات المتحدة في نيويورك في كنيسة ماري جرجس بروكلين. قعدت 2 سنين خدمة، وطبعا كان في نشاط كبير هناك. يعني أنا كنت شماس مكرس، كنت ماسك الشمامسة الصغيرين بعلمهم ألحان وحاجات زي كده وتسبحها، وكنت في الافتقاد بشتغل، وكنت بشتغل في الإداريات بتاعت الكنيسة الصلاة والكلام ده. المهم بعد 2 سنين نزلت، ولما نزلت في الحقيقة يعني قعدت فترة كده بتاع سنة، وبعدين سيدنا دعاني للكهنوت، البابا شنودة دعاني للكهنوت. الله ينيحه. فأنا رحت بعد كده قابلت سيدنا وقال لي أنا عايز أرسمك كاهن في أقرب فرصة وحاجة زي كده. قلت له ماشي يا سيدنا، وافقت. ما كنتش في الحقيقة. قال لي شكل العروسة ايه اخبارها؟ قلت له صدقني يا سيدنا هي في فكري، لكن انا ما شفتش لسه، ما كنتش اعرف حد يعني. فقال لي طيب انا كل اسبوع برسم رسمات، اختار براحتك واتجوز براحتك، واول ما تخلص الموضوع تيجي تقابلني على طول. فالمهم حصل ان انا خطبت، ودي قريبتي دي اسكندريه، تعتبر بنت خالي يعني، تاسوني جورجيت اللي كلنا بنحب نسميها ماما جيتا. الله يخليك، لان هي مامة الكنيسه والشعب كله هنا، ربنا يخليكم لينا. من محبتكم الكبيره. ففي الحقيقه انا جيت خطبت، وبعدين سيدنا نزل اسمي قبل الخطوبه، نزل اسمي في رسامه في كنيسه الاميريه العذراء الاميريه. وبعدين عمل اجتماع وكان منزل 31 اسم او 21 اسم تقريبا، لا يا ربي 13 اسم منزلهم، فلان على كنيسه كذا، فلان كذا. وفي الحقيقه كان من ضمنهم ابونا سمعان بتاع المقطم على فكره. ففي الحقيقه سيدنا جاب الاجتماع الكهنه في القاهره بتاع 400 كاهن، وقعد يقول لهم فلان على كذا كذا وكذا. فعمي ابونا ابراهيم عطيه رفع ايديه لسيدنا، قال له يا سيدنا لسه سوقه ما مشيش. كلمه سوقه ما مشيش يعني ايه؟ يعني لسه ما اتجوزش. فقال له سوقه ما مشوش، قال له طب يشوفها في السوق السوداء. فكل الكهنه طلعوا بره يقولوا ده سيدنا قال كذا. المهم قابلني سيدنا في مره المرات في الكليريكيه وخدنا على جنب كده، قال لي ايه اخبار العروسه؟ قلت له سيدنا انا خطبت وحاجات زي كده. قال لي طيب بعد الاكليل تعال. فانا جبت له طبعا بعدها خطيبتي اللي هي مراتي حاليا، ورحت وريتها له والكارت بتاع الاكليل، فراح مضى لي عليه بالبركه ومضى البابا شنودة. بعد كده رشح لي زي ما قلت لك للابريه بتاع ما كنتش اتجوزت، فقال لي شوف انا برسم باستمرار، فاتجوز براحتك، واول ما تتجوز تعالى قابلني عشان نشوف الكنيسه اللي هتروحها. فالمهم بعد الجواز رحت، قابلني سيدنا في البطرخانه، فقال لي انا عايزك تروح كنيسه العذراء في البطريه وتروح تخدم هناك، ما تجيبش سيره المخلوق انك انت هتترسم كاهن، روح كده فتره كده. رحت هناك قعدت اخدم 6 شهور، فلقيت كل المطريه في الحقيقه حبوني، بما فيهم ابونا حنا الكبير الله يناح نفسه، حبني بطريقه مش معقوله، لان كان في علاقات اسريه قبل كده بالاباء
ففرح ان انا جاي اخدم معاه، بس ما قلتلوش برضه لسيدنا بعت الرساله. كان في المطريه مشكله كبيره جدا جدا، ان كان سيدنا حرم 80 خادم وخادمه وعلى راسهم امين الخدمه. كان عملوا مشكله مع ابونا حنا زمان، وتدخل الانبا تيموساوس الاسقف العام القديم، وجه سيدنا البابا حرم 80 خادم وخادمه وعلى راسهم امين الخدمه. بقى يقولوا مش هنيجي الكنيسه الا لما يجي كاهن جديد. جيت انا اترسمت بقى، لما اترسمت رحت الدير، كان والدي في المستشفى في الحقيقه، ما فيش حد من العيله حضر الرسامه لان كان في اخر ايامه. وانا لما رجعت استلمت الكنيسه قلت لسيدنا انا داخل على كنيسه كلها مشكله، هخدم يعني هكون مع ابونا ولا مع الخدام؟ قال يعني قعد فتره كده وخدنا على جنبه وقال لي شوف يا ابونا، كل الخدام اللي انا حرمتهم تقدر تزورهم وترجعهم الخدمه ما عدا امين الخدمه. قال لي كده بالنص الواحد. المهم جيت الكنيسه بقى، استقبلوني كان يوم خميس، رحت الكنيسه وحفله كبيره. لقيت الكنيسه اللي خدمت فيها 6 شهور كانوا بيحضروا فيها 30 40 واحد. لقيت بقى من كل فج عميق لحد الكنيسه الصغيره وحواليها اشجار، فوق الاشجار واعمده النور، والكنيسه ضيقه جدا. والمهم سمعنا انه قدسك في خدمتك وسعت كتير في الكنيسه والمباني. وسعت بطريقه غير عاديه بقى، لان الشعب اللي كان محروم جه، بقت الكنيسه كده تكتظ بالناس ومش عارفين يناول. فقلت للابا تيموساوس احنا عايزين نهد الكنيسه، كنا جددناها لانها كنيسه صغيره واربع اعمده طوب وقبه صغيره وما تستاهلش يعني، ما تستاهلش تجميل يعني. فقال لي بتقول ايه يا ابونا مخيل؟ قلت له صدقني. قلت له لو في مثلا ايه، في واحد متجوز ومعاه 8 اولاد وقعدوا في اوضه ينفع؟ قال لي لا، كده انت غلبتني. طب استنى شويه. قعدنا سنه على استنى شويه، وراح كنيسه في مصر الجديده، وراها المهندس هناك اللي هي في كنيسه النزهه الجديده، شاف فقال له روح المطريه شوفهم ايه. كان معاه امين الصندوق، فجه قال لي بالليل المطريه، خدته للمهندس ورحت له، قال لي المساحه دي زي كيسه عملتها في الاسماعيليه، مش هنرسم هنبني على طول. تاني يوم جه المهندس ومعاه هو افحر واعمل، وكان فيها اشجار حلوه اللي هي بتعمل ورق احمر على البنسيانه دي، كل ما يفحر تقع الشجره. كان في 500 متر ملعب للاولاد، يجوا الاولاد يا ابونا قلت له يا ابني الملعب اهم، الكنيسه اهم والملعب ربنا يفرجها. شوف بنعمه ربنا في خلال 30 سنه يعني، من جيت هنا كنت لسه في المباني، صدقني من ساعه ما اترسمت الكنيسه اتهدد بالكامل واتبنت دورين كبيره كاتدرائيه تعتبر بعد الزيتون في الاتساع. القبه بتاعتها من الارض 8 ادوار والمناره 13 دور. ايوه. هو شغلنا في كل ده بدون تصريح، وكانت مباحث امن الدوله زي ما انت عارف، كل يوم اروح والتاني وهناك يعني. المهم دي قصه طويله عريضه، مش عايز احكي القصص، انا بحكي لك بسرعه. تمام. بقيت ما فيش اراضي في المطريه، بقيت ادور على الارض اشتريها واعمل مبنى. اشتريت 750 متر وبنيت لهم بيت 10 ادوار باسانسير لخدمه مدارس الاحد، وقدامه خدت 200 متر والباقي عملته ملعب للاولاد. خدت ارض 500 متر، كل ده في محيط الكنيسه. ارض 500 متر وعملت قاعات 4 ادوار، خلصتها مباني 4 ادوار للعزاء والحاجات دي كلها، الخدمات الاجتماعيه. جيت في قدام باب الكنيسه اشتريت ارض وبنيتها 9 ادوار مستشفى قدام باب الكنيسه على طول، مستشفى 9 ادوار شغاله 24 ساعه. وخدت شقه تاني جنب الكنيسه عملتها بتاع ده معمل. أيوة. وكان في بيت في حوض الكنيسه قلت اخده عشان اعمله مركز الاشعه، خدت منه شقتين و3 شقق، خدت 3 شقق والشقتين خدوهم وانا هنا يعني، واخد بالك، خلصوهم وانا هنا. وقدسك هنا يعني وقدسك في كندا؟ وانا في كندا. تمام. خدت في العجمي 3000 متر. ايوه. بنى فيهم 2 بسين، وعملت مبنى 4 ادوار تشوف منه البحر، فيهم 26 يعني يعتبر شاليه كده، اوض بحمام، يعني حاجه جميله قوي. و يعني كنت بفكر ايه المشروع اللي ما تعملش. خدت بيتين في الناحيه البحريه في الكنيسه اتهدوا، وعملت بيت كبير عملت فيه خدمات، بيت طالبات، وعملت بتاع دوت مركز للاخوه الرب، وعملنا كنيسه فوق، ويعني خدمات وحضانه. كنت بفكر ايه المشروع اللي مش موجود وبعمله عشان يخدم الشعب. وقبل ما اجي هنا واحد اتبرع بفيلا كبيره جدا تسوى لها النهارده ولا 10 12 مليون للكنيسه، يعني مضاها كده، وكان في مستشفى عيان واداها لنا. كنا بنبحث عن حاجات كتيره جدا من اجل خدمه الكنيسه، لان الكنيسه ما كانش في حاجه، كان مفتاح كبير كده ومفتاح صغير، هم دول مفاتيح الكنيسه.
لما جيت هنا كان طابلوهين كتل مفاتيح، كتل مفاتيح. ربنا يبارك الخدمه يا ابونا. وبعد كده قدسك رحت خدمت في امريكا. وبعد كده بقى انا لما جيت كنت في امريكا شماس مكرس، وجيت وسيدنا رشح لي واترسمت، قعدت شويه كده، وبعدين سيدنا حب يبعتني بقى امريكا، كان معايا باسبور امريكاني طبعا، بعتني امريكا لخدمه الكوميونتي اللي هم الناس القليلين اللي هم ما عندهمش كنيسه، يعني مثلا 10 12 عيله 20 عيله موجودين في حته بعيده نائيه وبعيد عنهم الكنيسه، كنا نروح نصلي لهم العيد، لان في الايام العاديه كانوا في كاهن يصلي لهم كل اسبوعين، لكن في العيد مين هيروح يصلي لهم؟ وكانوا يفرحوا جدا جدا. قعدت اروح بقى للميلاد والقيامه، الميلاد والقيامه، اسافر مرتين في السنه لامريكا، في عيد الميلاد اسافر اقعد شهرين تقريبا، وفي القيامه برضه اقعد شهرين وارجع. سنه 9 اول ما رجعت 2009 سنه 2009 تمام. انا راجع من عيد القيامه وقابلنا سيدنا، طبعا لما بنروح سيدنا بنديله تقرير يعني، فقال لي جهز نفسك، انا عايز ابعتك في الحته الفلانيه اللي هي هنا كيبك كندا. قال لي قال لي دي انت رايح مونتريال. قلت له